هاي يا جماعة، بيبتدي ملخص النهاردة بسون هي اللي بتخبط على باب أوضة جان ومي، ولكنهم بيكونوا سوا. هو بيرفض جان إنها تفتح لها الباب، هو بيخليها برا لحد ما بتمشي. هو بتعرفنا بعد كده مي هي مين وازاي اتجوزت جان. هو بنعرف إنها بنت عيلة سانج واللي رمتها زمان في القرية لأب وأم بالتبني لحد ما يعملوا ثروة في المدينة، ولكنهم بيزوروها من وقت للتاني. بس من وقت رجوعها للمدينة وهي بتتعرض لإهانات، خصوصا من أختها بالتبني سون واللي دايما كانت بتأذيها. بس بطلنا جان كان بينقذها على طول. هو لما كبروا اتجوزوا لكن جدته فضلت رافضة موضوع جوازهم ده وكانت عايزاه يتجوز سون، بس جان رفض. هو بنرجع من ذكريات مي اللي بتكون مجهزة عقد الطلاق عشان تسلمه لجان، ولكن الخادمة بتناديها لأن حماتها بتكون عايزاها تحت مع الدكتور. هو بنشوف كو حمامي وهي بتسأل سون بتعمل ايه في بيت أختها، فبتعرفها إن ما هي اللي بحتاها عشان هي لوحدها في البيت، خصوصا مع جرح ايدها مش هتعرف تخدم نفسها. هو بتنزل مية وكو بتقول لسون يا ريت تهويهم بقى لأنهم هيتكلموا في أمور خاصة، وبتتحرك سون وبتطلع فوق. أما مية بيكشف عليها الدكتور وبيعرف إنها كانت حامل وسقطت. هو بيسألها لو بتاخد أي علاج حاليا، هو بتقول له باخد حبوب لمنع الحمل. وفي الوقت ده بيدخل جان، هو بيسمع اللي هي قالته، هو بياخدها من ايدها غصب عنها وبيدخلها اوضته. هو بيسألها مش عايزة تحملي مني ليه؟ فبتقوله انت مش بتحبني وعارفة انك مش عايز مني اطفال. هو كمان بتعرفه انها جهزت اوراق الطلاق، فبيسألها ليه. وهنا بتفتكر سون بعد ما راحت لها اوضتها بعد ما اجهضت وقالت لها ان جوزها يوم ما كانت هي مرمية بين الحياة والموت كان هو في المزاد بيختار هدية ليها. هو بتوري لها الألماسة الغالية والنادرة اللي في رقبتها. هو بتصدقها مي لأن يوميها الأخبار فعلا أعلنت عن خبر إن جان هو اللي اشترى الألماسة دي. هو بترفض تقول اللي حصل لجان، هو بتقدم له ورق الطلاق لكنه بيقطعه وبيقول لها أنا هعرف إزاي أقنعك نجيب أطفال. بس هي بتقوله إنها بتكرهه. وهنا جان بيتعصب من كلامها، هو بيشيلها بإيده وبيقرب منها لكنها مش بتتجاوب معاه، فبيبعد عنها وبيحذرها تجيب سيرة الطلاق مرة تانية. هو بعدها بتدخل سون عليها لوحدها. هو بتقول لها ان جان مش هيفضل معاها فترة طويل، بس مية بتتعمد توريها مكان علامة جان على رقبتها، وده عشان تعرفها ان جوزها لسه بيحبها. اما جان بيكون في مكتبه محتار وبيسأل السكرتير بتاعه لو مرات واحد صاحبه عايزة تتطلق ممكن يكون ايه السبب، فبيسأله لو المدام طلبت طلاق. هو بيقول له مرات واحد صاحبي وبلاش تتدخل. بيرد عليه السكرتير انه ممكن يكون في طرف تالت في الموضوع هو اللي بيوقع ما بينهم، فبيعرفه ان صاحبه ده ملوش حد غير مراته. وهنا بيقوله خلاص يبقى مشغول عنها طول الوقت ومش بيقضي معاه وقت كافي، وبينصحه يطلع من الشغل بدري ويأدي دوره كزوج. فبيقوله جان عندك حق، بس بيلحق نفسه بيقوله انا قلت لك انه صاحبي. هو لين اصلا بيكون قفشه من بدري بس بيجري وخلاص. المهم بنشوف بعدها مي بتكون بتكلم صاحبتها شيا واللي بتزعق معاه لانها خلت بطل الرواية بتاعتها يعمل حادثة، هو اللي المفروض انها هتكون رواية كوميدية بس بتطمنها انها هتخليه يخف في الحلقات الجاية. وبعدها بتروح مية للمول عشان تتسوق. هو بتقابل هناك بنت حربوقة بيكون اسمها يوان، هو اللي بترخم عليها وبتسألها لو رايحة تقابل حبيبها من ورا جوزها، ولكن مية بتحذرها من نشر الإشاعات دي عشان اللي بتعمله ده هيعرضها للسجن. هو لكن يوان بتتعصب وبتكون هتمد ايدها عليها، وبتوصل سون عندها في الوقت ده وبتقول لها بلاش اكيد اختي ما تقصدش انها تهينك. هو بتلعب دور الغلبانة الطيبة بس مية بتقدر تفرسهم هما الاتنين بكلامها. ولما يوان وسون بيحاولوا يضربوها بتسيبهم يقعوا على الأرض. هو بتنزف إتسون بسبب جرح ايدها. وهنا بتوصل أم مية اللي بتزعق لبنتها عشان أذت أختها وسون عملت فيها المظلومة، بس كان رد مية عليها تاخد بنتها لبيتها طالما رجعت. هو ما تسيبهاش في بيوت الناس كده، خلاص كبرت وعيب. هو بيوصل في الوقت ده تليفون لمية ان جوزها عمل حادثة. ولما بتوصل الجدة بتزعق لها لانها سايبة جوزها في المستشفى ما تعرفش ايه اللي حصل، وكو بتهديها لان مية ما كانتش هتمنع الحادث. وهنا سون بتحاول تتحبى على قفا مية. هو بتقول الجدة ان مية مشغولة مؤخرا بنشر روايتها الهزلية،
هو مش فاضية لجوزها. ولما كو بتشوف ان الدنيا هتولع بسبب سون بتقول للكل انهم لازم يخرجوا من الأوضة لان المريض محتاج راحة. هو بتسيب بس ميا معاه وبتوصيها عليه قبل ما تخرج. بتقعد ميا جنبه وهي خايفة تكون الرواية بتاعتها هي السبب في اللي حصل لجان. هو بتقرر انها تعالج البطأ في الفصول الجاية. وتاني يوم بقى بتصحى تلاقيه فايق وبتتخض منه. هو مش بتكون مصدقة انه فاق. هو بتفكر ان الرواية بتنفذ نفسها في الحقيقة. هو اول ما بيفوق بتقوله خلينا بقى نمضي اتفاقية الجواز. وهنا بتدخل العقربة سون اللي بتقوله تصدق كنت هموت عليك من الرعب. بس جان بيقولها ما تروحي بيتكم بقى، انت مفيش حد قادر يلمك، انا بحب مراتي ومش هطلقها، ريحي نفسك بقى. فبتتعصب سون وميا بتستغرب من شخصيته اللي اتغيرت فجأة دي وبقت قريبة من البطل بتاع الرواية بتاعتها. وسون بتعرفها ان امها عايزاها في البيت. وتاني يوم بتروح لها وبتسألها عن سبب طلبها ليها. فبتتهمها الأم إن هي اللي ضربت أختها الأول في المول ولازم تتأسف لها وإلا هتتعاقب. وميا طبعا بترفض وسون بتعمل فيها الحمل الوديع الغلبان. فالأم بتنادي على الخدق يجيبولها الكرباج ويثبتوا ميا وبتضربها الأم. وبتفتكر ميا هنا ذكرياتها لما وصلت لبيتها بعد 8 سنين من تبنيها. وسمعت أمها وهي بتقول لأبوها إن أبوها بالتبني شينج حاول يحتدي عليها ولازم ياخدها يكشف عليها لحسن تكون شايلة أي أمراض. وبنت زيها ملهاش ذنب في اللي حصل غير إنها ضحية لإهمال أهلها. بترجع ميا تاني من ذكرياتها وبتمسك الكرباج من أمها وبتعاتبها لأنها هي الابنة الحقيقية مش سون. وعلى الرغم من كده بتحب سون أكتر منها ولكنها خلاص هتقطع أي علاقة بينهم عشان ترتاح من شرهم. بيوصل بعدها جان اللي بيدافع عن مراته وسون بتقوله إن هي اللي غلطت فيها في المول الأول. بس جان بيقولها كاميرات المراقبة هتظهر من الغلطان ووقتها هرجع لمراتي حقها. هو بياخد ميا وبيطلعوا لكنها بتسيبه وبتمشي. فبيتصل على لين يعرف منه آخر تحديثات الرواية بتاعتها. أما ميا بتعرف شيء بالتغيرات اللي حصل في شخصية جان بسبب الرواية. فبتنصحها شيء يتغير من جوزها لصالحها وتعدل حياتها وتستغل اللي بيحصل. وبعدها بقى بيقابل بطلتنا واحد اسمه جين واللي كان بيحبها زمان وبيهديها بقطعة جاتوه بالفراولة عشان بتحبها. وبنعرف انهم كانوا اصحاب في الدراسة كمان. لكن بيوصل هنا بطلنا والغيرة بتدب في قلبه. هو بيزقه جين وبيعرفه انه يبقى جوزها وبلاش يقرب من مراته تاني. وجين بيكون عارف اصلا. وبيدعي الاتنين على حفلة كبيرة عاملاها العيلة وده عشان يشوف ميا تاني. وفي العربية بقى ميا بتقول لبطلنا يبطل يمثل انهم بيحبوا بعض. فبيعرفها انهم متجوزين هو الطبيعي يكونوا سوا لكنها بتفكره انه الجواز غصب عنه. وهنا بيفتكر لما ابوه كان عايز يجوزه سون وهو ترجاه يجوزه ميا عشان كان بيحبها ووقتها وافق. وبيعرف ميا ان هو اللي اختار يتجوزها مش غصب من ابوه ولا حاجة بس بتكون نامت وقتها فمش بتسمع اللي حصل. وبيغطيها جان وبيرجع بيها للبيت وهو شايلها على ايده. هو الخدم بيفرحوا لما بيلاقيهم كويسين مع بعض. هو بيقرر جان انه يطبخ لها بنفسه تاني يوم. هو بيروح عشان يحضر لها الفطار والكل بيكون مستغرب منه خصوصا ميا اللي بتفكر ان تغيرات الرواية هي السبب لانه بيعمل زي البطل بالظبط ولكنه بيحرق الاكل. هو وقت الفطار بيقولها بلاش البيض المحروق ده وهي بتسأله لو كويس وهو مش حاسس بأي حاجة غريبة مأثرة عليه كده ولا كده أو سخنة مثلا. فبيفهم قصدها لكن السر بيكون لين اللي نصحه يتابع الرواية بتاعتها ويعمل زي ما البطل بيعمل بالظبط. هو أكيد هتكون ده اللي هي عايزاه بس طبعا مش بيعرفها انه بيعمل كده. هو بالليل بقى بيستناها عشان يروح الحفلة سوا بس بيلاقيها مشي. وسون بتكون لازقة فيه وبتطلب منه يوصلها. أما ميا بتكون في الحفلة والكل بيكون بيتكلم عليها وعلى جمالها بس يوان بتتخانق معاها لأنها جات. فبتعرفها ان صاحب الحفلة هو اللي دعاها. وبيوصل جين في الوقت ده اللي بيطلب منها تقف معاه وبيسألها عن جان فبتقوله انه مشغول لكنه بيوصل وبيقولها تبص وراها كده. هو بيدخل جان ومع سون وبيروح لميا وبياخدها. هو بيطنش سون اللي بتكون عملت نفسها وقعت. هو فوق بقى جان بيسألها ايه علاقتها بجين وليه دايما لازقاله. فبتقوله بلاش يعمل فيها الجوز المحب ولكنه بيقرب منها وبتتوتر. فبيبعد تاني وبيحذرها تتجاوب مع جين لأنهم متجوزين وهي على اسمه. ولما
ولما بتنزل مية بتلاقي سون ويوان والبنات هو بيقطعوا رسمة منها، وهنا مية بتضرب يوان بالقلم قدام الناس، ولما جان بيعرف بيضربها قلم تاني عشان ما تبقاش تفتش في اللي ملهاش فيه. هو بيدافع عن مية، هو الكل بينفي إشاعة إن جان مش بيحب مراته، وبتكون هي نفسها مستغربة تغيره ده. وفي العربية بقى بيكون عايز يشوف الرسم لكنها بتسرقها منه، هو بتقرب عليه، هو بتلهيه لحد ما بتاخدها منه. وتاني يوم بقى الجدة بتروح لمية بأخبار الحفلة وبتقول لها فضحتينا بين الناس، فبتتأسف لها وبتقول لها انها ما تنفعش لعيلته وهتتطلق من جان. والخادمة بتبلغ جان باللي حصل، هو بيرجع البيت بسرعة عشان يلحق مراته اللي بتكون لمت شنطة هدومها ومشيت على بيتها التاني. ولما بيوصل جان بيزعل الجد لانها بتتدخل في حياته وبيحذرها ان لو ملقيش مراته هيهد الدنيا فوق دماغهم. وسون بتكون واقفة وسامعة كل حاجة وبتكون مفروسة طبعا. اما بقى ابو مية بيتصل على بنته عشان ترجع لان في بين العيلتين شغل، بس بترفض وبتعرفه انها مش هتسمح لحد يستغلها تاني. ولكن في الوقت ده بيكون هاني قدر يلاقيها وبيروح لها البيت، هو بيفرض نفسه عليها وبيقول لها انه هيفضل معاها هنا ومش هيمشي. فبتقوله خلاص جرب بقى انه مكنب يحل، هو بيقول لها ما عنديش مانع، هو بيكون لسه هيدخن لكنها بتمنعه وبتاخد بالها انه لسه محتفظ بهديتها ليه في عيد ميلاده وهي الولاعة. وتاني يوم بيصحى يلاقي جسمه مكسر وبتعمله مية عصير بطيخ مر وبتقوله لو مش هتشربه يبقى ترجع بيتك احسن، فبيشربه كله. هو بنشوف بعدها مية وهي عند امها بالتبني واللي بتكون في غيبوبة بقالها 8 سنين بسبب انها كانت بتدافع عنها من شينج اللي كان عايز يحتضي عليها وهي طفل. ومن يومها وهي نايمة كده هو بيستغل سانج أبوها الحقيقي ووضعها السيء، هو بيمنع نفقات المستشفى عنها، هو بتعرف الممرضة مية بالخبأ، هو بيحاول سانج يضغط على مية عشان ترجع بس طبعا بترفض. هو من بجاحة أمها بتروح لها المستشفى بصور عريس ومية بتقول لها أنا لسه ما اتطلقتش وعايزة تبيعيني كده بالسرعة دي، هو بتطردها بعدها بس الأم بتضربها بالقلم. هو بيوصل جان في الوقت ده عشان يطمن عليها وكان أول مرة يعملها. هو بيفتكر في الوقت ده لما كان رايح يزورها لما أجهضت وكان معاه المسا الحمر اللي كان جايبها لها هدية، بس سون نصحته ما يدخلش عشان نفسيتها مش أحسن حاجة. هو لكن للأسف هي في الوقت ده كانت محتاجة دعم وأخدت منه المسا ساعتها على أساس تقدمها لمية بعدين بس سرقتها لنفسها. هو بيدخل جان الأوضة وبيقدم لها حلويات وورد وهي بتستغرب من اهتمامه ده، هو ما بتكونش قبلها لأنه من الرواية ومش حقيقي أو ده اللي هي فهمته. ولكنه بيلاحظ جرح في وشها، هو بيسألها من ايه ده فمش بترد، ولكنها بتفتكر كلام أختها ليها عن عدم اهتمامه بيها وقت ما احتاجته وبترجع تزعل على نفسها تاني. هو بعدها بقى بترجع مية البيت وبتكمل تغيير في شخصية البطل لصالحها عشان تنتقم بيه من عيلتها. ولكن بيجيلها تليفون غير متوقع من شينج اللي بيعرفها انه خرج من السجن وهيلاقيها. هو من الخضة بيغمى عليها ولما بتفوق بتلاقي جان جنبها، هو بتفضل حضناه من خوفها وبتترجاه ما يسيبهاش، وهو ما كانش عارف قصتها مع الأب المتوحش ده. هو بتقرر مية تسافر ولكن قبل ما تركب الطيارة سانج بيتصل بيها وبيهددها لو ركبت الطيارة وسافرت هيخرج أمها من المستشفى وتبقى تيجي بقى تحضر جنازتها بعدين، فبتخاف وبترجع لأنه قادر ويعملها. أما جان بيقابله شينج، هو بيترجاه يجمعه بمية لأنها وحشاه فبيقوله حاضر هبلغها وبيمشي. هو بيرجع جان البيت، هو بتفتح له مية ولكن بيغمى عليها في حضن فبياخدها للسرير. هو بيطلب لها الدكتور اللي بيعرفه انه عندها حمى ولازمها رعاية. هو بتفرح مية ان جان جنبها وبقى يهتم بيها، هو بيفضل كده طول الليل. ولما بتصحى بتلاقي رسالة من ابوها بيطلب منها تقابله برا بدل ما يفضحها قدام الكل، فبتروح تقابله فعلا. هو بيطلب منها فلوس كتيرة مقابل انه يسكت عن موضوع الاحتداء ده، لكنها بتتعصب عليه وبتقوله المفروض انت اللي تخاف من الفضيحة مش انا، هو اللي زيك مستحيل يكون اب. هو بتمشي وبتسيبه يحاسب على المشاريب وما بيكونش معاه فلوس. وهنا سون بتظهر، هو بتدفع له الحساب، هو بتعرفه انها تديه فلوس كمان
لو ساعدها يفضحوا ميا قدام الكل. وبعدها ميا بتخرج بتلاقي جان مستنيها بره. هو بيحس بخوفها فبيهديها. هو بياخدها للعربية وبيعرفها انه نقل امها بالتبني لافضل مستشفى عشان تتعالج فيها. هو بتشكره. هو بيعرفها انه عامل لها بكرة حفلة عيد ميلاد ودعا الناس كلها، بس لو هي مش حابة بلاش، لكنها بتوافق، وده عشان بقاله فترة كويس معاها. وتاني يوم بقى بالليل بينزلوا الاتنين وبيكونوا ماسكين ايد بعض، والكل بيبص عليهم بحب واعجاب ما عدا سون طبعا واهلها، وبيقدموا لها التهاني ما عدا الجدة اللي ما بتكونش قابلة ميمي لحد دلوقتي. هو بتقدم كل مية عقد من الالماس هدية، اما سانج بيعمل نفسه انه جاب لها هدية بس نسيها في البيت. هو بيتأسف لها قدام الحضور والكل بيقول عليه انه بخيل او شكله كده فلس. هو بيقعدوا يتكلموا عليهم. هو ميا بتقوله انت ولا مرة افتكرت عيد ميلادي، اشمعنى النهاردة يعني اللي جبت لي هدية ونسيتها؟ ولكن سون بتقدم لها هدية القلب الاحمر عشان تضايقها. وبتسأل جان لو هتاخدها، فبيرد انها كانت ليها في الاصل وهي حرة تعمل اللي عايزاه، فبتكسرها وبتضايق سون اللي بتكون هتموت عليها. وبعدها كوب تهديها كمان تاج غالي بتكون لبسته ملكة انجلترا، والكل طبعا بيحسدوها على النعمة اللي هي عايشة فيها. وبنعرف ان جان جابهولها مخصوص، بس الحلو ما بيكملش. بيوصل شينج للحفل عشان يبوظها زي ما اتفق مع سون، وبيحاول يفضح مي اللي بتقول للكل قبل منه على اللي عملوا فيها زمان وانه كان بيتحرش بيها. هو بيتصدم شينج في الوقت ده، ما كانش متوقع انها هيجيلها الجرأة تقول حاجة زي كده وتقلب الترابيزة عليه. وجان بيعرف الكل انه بيحترم مراته وهيدعمها دايما. هو بياخدها بعدها وبيمشوا، وفي العربية بقى بيهديها جان وبيعرفها انه مش ذنبها اللي حصل، وهو هيرجع لها حقها من كل واحد حاول يأذيها. فبتحضنه في الوقت ده وبتشكره على وقفته جنبها. هو بيجيلها في الوقت ده اتصال من أبوها عشان تروح له البيت. هو أول ما بتوصل بتلاقي سون في وشها ولسه هتضايقها بالكلام، بتتفاجئ إن جان معاها، وهنا بتتخرس ومش بتقدر تقول حاجة. هو بتدخل ميا بعدها البيت، وسون بتقول لجان يخليه هنا أصل دي مشاكل عائلية، لكنه بيروح وراها عشان ما يقعش في فخها مرتين. هو بيدخل وبيلاقي سانج بيهزق في ميا وبيزعق لها لأنها فضحت العيلة قدام الكل، وبسببها جان ممكن يلغي التعاون اللي ما بينهم وبيضربها بالقلم. فبيدخل جان في الوقت ده وبيساعدها وبيبعد عنها سون اللي بتكون عاملة فيها طيبة. وبيقول لسانج تعال عايزك في كلمة جوه. هو بيهدده في المكتب انه هيلغي التعاون فعلا بس بسببه هو مش بسبب ميا. هو بيحذره لو قرب منها تاني هيخليه يعلن افلاسه المرة دي بجد. اما بره بقى الام بتكون نازلة تهزيق في ميا وازاي تعمل كده وتفضحه. ولكن ميا خلاص بتكون جابت اخرها وبتقرر تتبرى من العيلة دي. وبيوصل جان اللي بيعرفهم ان شينج وصل للحفل بترتيب من سون اللي دفعت له عشان يعمل كده. فبيضربها سانج وبيعرفها انها تتحبس في البيت لحد ما تتربى. هو بيقول للأم تركز شوية مع بنتها. هو بيتأسف لجان على اللي حصل. وتاني يوم بقى بتكمل بطلتنا تحديث في الرواية بتاعتها، بس بيتصل بيها جين عشان تتغدى معاه وبتقبل وبتروح له للأسف وهي مأمناله، لكنه بيغدر بيها وبيخدر الأكل. وفي نفس الوقت ده سون بتروح لجان الشركة وبتعرفه ان مراته بتقضي وقت مع جين، لكنه طبعا مش بيصدقها. هو بيروح للفندق بنفسه عشان يشوف بعينيه. وأول ما بتفتح ميا الأوضة بيلاقيها ضربة سون ويوان لأن اللي حصل بيكون من ترتيبه، بس شكلها كده بيكون لسه متخدر. هو بنعرف إن جين ما قدرش يلمسها وبياخدها جان للعربية، بس المخدر بيشتغل وبتقرب منه وهو طبعا بيتجاوب معاها وبيقربوا الاتنين من بعض. ولما بتصحى تاني يوم في اوضتها بتكون محرجة منه، لكنه بيقرر يكشف كل ورقة قدامها عشان يشيل الحاجز اللي ما بينهم. هو بيقعدوا يتكلموا سوا وبيسألها عن جين وازاي عرفته وايه علاقتها بيه، وبتعرفه انه مجرد صديق، بس ده طبعا كان قبل ما يحاول يعتدي عليها، ودلوقتي هو بالنسبة لها ولا حاجة. فبيتبسط بطلنا وبيحترف لها هو كمان على موضوع العقد الأحمر ده، وبيحكي لها اللي حصل من أختها، وكمان بيعرفها انه كان بيقرأ الرواية بتاعتها عشان يتغير للشخص اللي هي عايزاه. واخيرا بيكشفوا كل حاجة لبعض وبيتصالحوا. هو بيجيب لها بعدين جان هدية، هو بتكون عربية جديدة هو بياخدها البيت مرة تانية، والكل بيكون فرحان بيهم. ولكن الجدة ما بيعجبهاش اللي حصل، هو بتكون عايزاه يطلقها ويتجوز سون، لكنه بيكشفها قدام الجد. هو بيعرفها حقيقة سون
وكل اللي عملته. وهنا الجدة بتطردها وبتعرف ان مية تستحق تكون مرات حفيدها، وبتكون مية رسمت لوحة للجد وبتهديها لها، وبتكون الجدة مبهورة مش مصدقة ان مرات حفيدها مثقفة للدرجة دي. اما سون حتى عيلتها بتطردها من البيت بعد ما عرفت كل ألعابها وأفعالها. هو بعدها بفترة بقى بيروح جين يتأسف لمية على اللي عمله. هو بيكون وقتها جان موجود وبيسمع اعتذاره، وبعد ما بيمشي بيطلع لها جان وبيقرب منها، لكنها بتحس بالتعب في الوقت ده وبنكتشف انها حامل. هو بتعرف جان اللي بيطير من الفرحة، هو بيقرب منها وبيحب على دماغها. ولحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص. لو عجبكم